تخيل معايا هاد السيناريو. تحس براسك مزقم شوية، عطاس، سعال خفيف، صداع، وتقول غير زكام ويدوز. ولكن الواقع أخطر من هكذا. دابا في المغرب كاين فيروس جديد كيدور، كيبان بحال الزكام، ولكن في الحقيقة هو متحور جديد ديال الإنفلونزا، وكيطلقوا عليه الإنفلونزا الخارقة. السلام عليكم، أنا أحمد ياسين، وهذا برنامج ايفوفيت ريل توك. هذا الفيروس تابع لسلالة H3N2، وتراكمات فيه 7 طفرات جديدة في صيف 2025، وهذا خلاه يهرب جزئيا من المناعة اللي تعودت عليها جسم الإنسان. شنو اللي واقع دابا؟ كنعيشوا موسم إنفلونزا مبكر منذ منتصف نوفمبر، والحالات كتزاد بسرعة وبحدة أكثر من العادة. العدوى بدأت أولا عند الشباب والمراهقين، ومن بعد توسعات وشملات الأطفال والكبار، بحال اللي وقع في اليابان، ومن بعد في أمريكا، كندا وأوروبا. ولكن الخطر الحقيقي هو الأعراض. فاش كتصيبك هاد الإنفلونزا؟ كتبان الأعراض بحال الزكام، ولكن أقوى وأقصى. حمى طالعة فجأة كتوصل حتى ل 39 و 40 درجة، قشعريرة وبرد شديد، صداع قوي، آلام في المفاصل والعضلات، تعب وإرهاق كبير، سعال جاف، التهاب في الحلق، سيلان الأنف، وأحيانا حتى إسهال ولا قيء، خصوصا عند الأطفال. وهنا المشكل، حيت بزاف الناس كيستهنوا بهاد الأعراض وكيقولوا غير زكام، وكيخرجوا يخلطوا الناس وكيعرضوا الآخرين للخطر. خاصنا نعرفوا كذلك أن هاد السلالة H3N2 أكثر شراسة من H1N1، وكدير مضاعفات خطيرة، خصوصا عند كبار السن فوق 65 عام، اللي عندهم أمراض مزمنة، النساء الحوامل، الناس اللي عندهم ضعف في المناعة، والأطفال من 6 شهور حتى ل 5 سنين. شنو الحل؟ أولا التلقيح، حتى إلا كان اللقاح فيه السلالة القديمة راه كيعطي حماية قوية ضد الحالات الخطيرة ودخول المستشفى. وثانيا، إلا حسيتي بالأعراض بقى في دارك، ما تخالطش الناس، خصوصا الفئات الهشة. غسل يديك مزيان وبانتظام، هوي الدار، ما تصيفطش الأطفال المرضى للمدرسة، وإلا اضطريتي تخرج لبس الكمامة. الخلاصة، ماشي كل زكام راه بسيط. دابا خاصنا نكونوا واعيين، حيت الوقاية هي السلاح الأول باش نحميو راسنا ونحميو اللي دايرين بينا. شكرا على المشاهدة، وإلا عجبك هذا الفيديو اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وشارك الفيديو مع أصحابك باش الوعي ينتشر. وإلى اللقاء، ونتلاقاو في حلقة جديدة.